الجزء الثالث يمكن الأخير. غنبداو شنو باقي في الخارجة. المجلس الأمني يشد بدور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالعيون والداخلة إشادة أممية بمجهود الاستثماري للمغرب في أقاليم الجنوب. أين الجزائر من نجاح المغرب في جميع المجالات؟ التقرير الأممي يطالب البوليساريو بحزم باحترام اتفاقية وقف إطلاق النار. جبهة البوليساريو تتمادى في تحدي الشرعية الدولية من طرف الجزائر. وزارة الخارجية المغرب قرار المجلس الأمني يحمل رسائل تتسم بالوضوح والحزم والثبات. مقص الذهبي السيد ناصر بوريطة. التقرير الأممي تم ذكر الجزائر ما لا يقل عن 5 مرات في هذا القرار الجديد الصادر عن مجلس الأمن الدولي، بينما لم يتم ذكر هذا البلد على الإطلاق في القرارات السابقة. كانوا غافلين. الإمارات العربية المتحدة أول بلد عربي يفتح قنصلية عامة لها بمدينة العيون، وأنا أتمنى من قلبي الخالص أن يكون البلد الثاني هو الجزائر الشقيق. وألف مرحبا. ناصر بوريطة. الشعب المغاربي يقدر قرار التاريخي للإمارات حق قدره. رقم قياسي جديد. عدد القنصليات الأجنبية في أقاليم الجنوبية بلغ 16 قنصلية في ظرف سنة واحدة، والباقي أعظم. الصحراء المغربية. المخطط التنموي الصحراء صلة وصل بين المغرب وامتداده الإفريقي. جيبوتي تشييد مبادرة المغرب بحكم الذاتي كحل سياسي. القرار 25/48 نشرة جديدة للموقف المغربي في نزاع المفتعل بالصحراء. الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يوجد دعوة لإحصاء سكان مخيمات تيندو. واحصوهم مالكم خايفين الله يعلم يحشم. تجاهل القنصليات بالعيون والداخلة يرسخ سيادة المغرب على صحرائه. فتح قنصلية بأقاليم جنوبية سيحول إلى بوابة اقتصادية مهمة نحو إفريقيا. الرهان على مزيد من الاستثمارات لتحويل الأقاليم الجنوبية إلى بوابة إفريقية. أرى من الخابئ باقي. نقول لكم الشعب الجزائري عقلية النظام الجزائري توأم عقلية نظام كوريا الشمالية أو اللور. قطر والبحرين والإمارات المتحدة والسعودية وسلطنة عمان الأردن الكويت يؤكدون إجراءات متخذة من قبل المغرب لحماية أمنه وسيادته. القرقرات تضامن عربي واسع مع المغرب في تحركه لحماية أراضيه ومصالحه الوطنية. الأمين العام للأمم المتحدة قلق للغاية بشأن الوضع الذي تسببت به البوليزاريو دمية الجزائر. معبر القرقارات تضامن دولي واسع مع المغرب في تحركه لحماية أراضيه. تضامن دولي ثم الجزائر بوحدة اللي واقفة بوحدة. المنظمة التعاون الإسلامي تؤكد تأييدها لإجراءات متخذة من طرف المغرب لتأمين حرية التنقل المدني والتجاري في القرقارات. جمهورية غويانا التعاونية تسحب اعترافها بالجمهورية الضربة القاضية. الصحراء الجزائر المزعومة المرتزقة. صحيفة واشنطن طيل. الجيش المغربي أطلق عملية في منطقة القرقارات الحدودية لتطهير طريق رئيسي يتم قطعه منذ أسابيع من طرف انفصالي البوليساريو. الملك محمد السادس يؤكد لغوتيريس على تشبت المغرب تشبت المغرب الراسخ بوقف إطلاق النار. باقي بالخابر قريب. أيها الجزائريون يخجلنا غباء بلادة نظامكم ولقيادتكم العسكرية. نحن المغاربة من طنجة إلى القويرة ندافع عن الصحراء المغربية، وأنتم على ماذا تدافعون؟ تدافعون عن الخراب. مفوض الأوروبي تناقش قضية حرق الجيش الجزائري الشابين في مخيمات تيندوف. عار عليكم عار عليهم حشومة والله تحشومة حرام. المغرب يدير هادشي. المغرب سيرد بحزم وبصارة في إطار حق الدفاع عن أي تهديد لأمنه. الملك سيدي محمد السادس نصر الله عبر العاهل الأردني عن تقديره وامتناعه عن فتح قريبا قنصلية في مدينة العيون. تضامن دولي واسع للمغرب وتذمر واسع للجزائر ودميتها البوليزاريو. قضية الصحراء المغرب كان يمكن حلها بسهولة
لو عاودت 3 خطرات توقفت الجزائر عن دعم البوليزاريو. صحيفة إندونيسية، شوف إندونيسيا فين كاينة، فين عرفتي فين؟ في آسيا، الآخر ديال آسيا، وهضرات على إشادة أممية باحتضان المغرب أشغال الاجتماع التشاوري لمجلس النواب الليبي الشقيق. البرلمان الأوروبي يدين بأغلبية ساحقة تدهور الوضعية حقوق الإنسان في الجزائر. حوالي 100 جزائري يقبعون في السجون بسبب آرائهم. اللجنة نحن عندنا حقوق الإنسان. يجب على هادو الرجال تقديرهم، هذه يجب على الحكومة كل شيء تقدير هادو وهم السيد تاج الدين الحسيني، السيد المحترم تاج الدين الحسيني، السيد المساوي العجلاوي، والسيد المحترم عبد الرحيم منار السليمي، والسيد المحترم إدريس القريني، والسيد المحترم عبد العزيز الرماني، والسيد المحترم نوفل بن عمري، ومدير جريدة الاتحاد الاشتراكي، والسيد المحترم محمد العمراني بخبزة، والصحفي الكبير رشيد نيني. رجال من عيار الثقيل، عرفتي شنو من عيار الثقيل؟ يجب الاعتماد عليهم في المحافل الدولية، هذوك يعطيو القرطاج. المغرب يصنع السيارات، هذه ضحكة، والجزائر تنفخ العجلات. إذا أردت أن تنظر إلى بلد يتقدم فانظر كم عدد الرافعات، وإذا أردت أن تنظر إلى بلد يتأخر فانظر إلى نظام رؤساء الجزائر. الله يستر. رقم قياسي جديد، عدد القنصليات في الصحراء المغربية 16 قنصلية بالكامل والتمام، والآتي أعظم. باقي غيجيو من أوروبا، من آسيا، من أمريكا الجنوبية، من أمريكا الشمالية، باقي الخير جاي. غنحسبهم ليكم. أولا بوركينا فاسو، ثانيا غينيا بيساو، ثالثا غينيا الاستوائية، رابعا غامبيا، خامسا غينيا، سادسا جيبوتي، سابعا ليبيريا، ثامنا كوت ديفوار، تاسعا جزر القمر، عاشرا الغابون، 11 سام تومي وبرينسيبي، 12 جمهورية إفريقيا، 13 بوروندي، 14 مملكة إسواتيني، 15 زامبيا، و16 البلد العربي الشقيق الإمارات العربية المتحدة. وأتم أقسم بالله العلي، أتمنى من قلبي الخالص أن تكون الجزائر الشقيقة البلد العربي الثاني بأن يفتح قنصلية في الصحراء المغربية. وإذا فتحتم قنصلية في العيون أو الداخلة، اختاروا العيون ولا الداخلة، نهديكم الثانية بالمجان. أنا نشوف واش باقي هنا. الجزائر طرف أساسي ورئيسي في قضية الصحراء المغربية منذ أكثر من منذ 1905، قبل من 1975. ما نغطيوش الشمس بالغربال، أو كما قال ولدي، ما نغطيوش الشمس بالمقراض راه غتحرقكم. هذا المقال موجه إلى الشعب المغربي من طنجة إلى القويرة. هذا ما قاله جلالة الملك محمد السادس نصر الله إلى الشعب المغربي وفي ذكرى المسيرة الخضراء المظفرة في 2009. شوف قال، الله يخليه لينا. وبروح المسؤولية نؤكد أنه لم يعد هناك مجال للغموض أو للخداع، فأما أن يكون المواطن مغربي أو غير مغربي، وقد انتهى وقت الازدواجية والمواقف والتملص من الواجب، وقد ساعة الوضوح وتحمل الأمانة. فأما أن يكون الشخص وطنيا أو خائنا. وأخيرا وليس آخرا، سأختم بهذا البيت الشعري: بني الطغيان على 5: تقديم الديل على الرأس، وتخدير الحاضر بالأمس، وتوزيع الخوف مع اليأس، تقديس السلطة والعس، وبقاء الجحش على الكرسي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بقى شي حاجة بقى شنو هي؟ سيارة، عرفت، سيارة أخرى. ولاحظوا معايا الإخوة الجزائريين، هذه سيارة خضراء وهذه سيارة حمراء. أنا ملقيتش باش مثلت بها هذا واش يبان داكشي صغير ومزيان. عرفتي هاد السيارة كتمشي بالبترول وبالغاز،
هذه كتمشي بالبترول والغاز، وهذه ما كتمشي لا بالبترول لا غاز. هادي اش كيدير اللي كيصوغها، كيديرها مارش وكيبقى يكسيري واقف بلاصتو واقف بلاصتو، حتى لا لقى بغا يدير شي حاجة مزيانة كيرجع ماشي ريان، مكيمشيش لقدام كيرجع ماشي ريان. وهادي ما عندهم لا بترول لا غاز، عندهم ما عرفت انا درت تهمة غتفهمو نتوما كلشي. كتمشي بروميان دوزيام تروازيام كاطريام سانكيام وغادي الله يحفظهم. دابا فهمتو علاش كنهضر، راه ماشي الديربي ديال الرجا ولا ديال الرجا والوداد، كنهضر على هادو، كنهضر على هادو. هادي دولة وهادي دولة، هادو عندهم البترول والمازوت والغاز وكيبقاو بلاصتهم وكيكسيريو، حتى لا بغا يدير شي حاجة مزيانة كيرجعو للأرض. هادو لا كيمشيو غادي الله يحفظهم ويحفظ لي خدام عليهم. كيمشي بروميان دوزيام تروازيام كاطريام سانكيام وغادي الله يبارك فيكم. اش باقي لنا دابا عاوتاني؟ هادي بغيت نوريها لكم. عرفتي شناهي هادي؟ الراية ديال الجزائر، عزيزة عليا، بوسة ديال الشعب الجزائري، ديال اللي صايبها الأمير عبد القادر. عندنا في الشارع، واحد الشارع سميتو الأمير عبد القادر كاين في البيضاء. هادي الراية ديالو، الله يحفظها للشعب ديالو. هادي عرفتي اش كنقول لها أنا؟ كنقول لها خالتي، والله العظيم كنقول لها خالتي هادي. ما عليناش أمان. وهذا اللون هادي راه بمويا، بمويا هادي في القلب وفي الدم وفي العرق وفي كل شيء. ها نوريكم أو شنو عاوتاني هذا شنو؟ هذا شنو هذا؟ العلم ديال النظام الجزائري المنافق هو هذا اللي كيسيروا الجيش العسكر. راه قلت واحد في الفيديو الأول في 2017 الدولة يسيرها العسكر أو الجيش لا مستقبل فيه، لا في هذا العالم ولا العولمة، ما عندهمش مستقبل. راه شحال من دولة كان كيسيروها العسكر، منهم ليبيا منهم مصر منهم اليمن منهم كوريا الشمالية الطاليان الألمان، كل شيء ما عندهمش مستقبل. حنا نعطيو مثال، واش طبيب ديال السنان غادي يمشي يفتح لشي واحد مريض بالقلب يمشي يفتح ليه بكلاب يحيد ليه؟ ما يمكنش، كل له اختصاص ديالو. حنا في المغرب عندنا الجيش التكانة ديالو حدو التكانة ما يدخلش في السياسة. لا نتوما عندكم العكس، داكشي مقلوب، العسكر كيدخل في السياسة، العسكر هو اللي كيحكم، ماشي نتوما الجزائر العسكر هو اللي كيحكم فيكم. ولا بغيتو تسمعوا مني واحد النصيحة، انا هو السبب تبدلت، انا كنت قدام الربح عليكم باش الله تزدت في 7 8 1962 قدام الربح عليكم باش ديتو استقلال، وقدام الربح عليكم فاش تحيد بوتفليقه. الفيديو اللي قلت لكم راه في 2017 راه هضرت على بوتفليقه منه باش تسمعوا وجراو عليه. بغيت تتبو نتا ناري ناري قلت ناري هاد ولا في الراجل سمحوا لي ناري قلت ناري سمحوا لي. عبد المجيد قلة الحياة تا هو خاصكم تطيروه، كره طار ولا في المانيا واش مات ولا حي ولا ما طار هذا. باقي لكم الجنرال خرجوا، راكتو خارجين كنتو دايرين اعتصامات دايرين الحرة دايرين كلشي، جات كورونا وقفاتكم. هاهي غتفوت كورونا ورجعوا باش تحيدوا باش نعيشوا مزيانين، يعيش المغرب والجزائر نعيشوا خوت ونتقدموا. حنا ما كرهناش يكون بلد حدانا جارنا يكون قوي، ما بغيناش يكون ضعيف. ولات نشوف باقي عاوتاني. وباقي واحد الحاجة، داك الجنرال ديالكم شنقر قريحة ولا ما عرفت قرينة الكحلة ولا ما قال لهم العدو الكلاسيكي شكون هو؟ برشلونة ولا الريال؟ هذوك اللي عندهم كلاسيكي. اما حنا العدو ديالنا عرفتي شكون هو؟ هو الديربي، هذا هو العدو ديالنا الديربي. نعطيك قد كيما قلتي نعطيوك.
أنا نستطيع نسولكم. دقيقة بالله كطلبوا من المغرب الاستفتاء. بغيتو استفتاء واخا نديرو استفتاء، نديرو في في تندوف، ما نديروش في الصحراء المغربية، نديرو في تندوف، حيت تندوف هما اللي واكلين العصا. شو الداخلة والعيون والجنوب المغرب كله كي تقدموا 45 عام ولاو مدن كبيرة كيفتخروا بها. وانا من نهار شتو تعقلت، انا من نهار عقلت من 75 وتندوف باقا هي عايشين في العصور الوسطى، باقي الخيام. بغيت نشوفها شي شانطي عندهم ولا شي فرماسيان ولا شي محلابه ولا قهوه ولا والو، عايشين معدين عليهم. الله يرحم دخاك بالله على الجنرال، لما طلقوا لهم الباب شي واحد والله واحد لا بقى، مش طلقوا لهم الباب تحلوا لهم الباب والله واحد لا برك. هذوك راه خوتنا محتاجين عندكم، وراه ما نسمحوش لكم لا هما ولا حنا. ردوا لنا خوتنا المنافقين على الله عليكم. هذا بعد غنقدم الاعتذار اللي قلت لكم في الاول غنقدمه للسيد عبد المجيد قلة الحياة. ماشي الاعتذار شنو هو، حيت الملك والحكومة دار لكم اليد الممدودة، ما في انتوما ما عندكم، انتوما عندكم اليد المغدورة. الملك مسكين كيف يدير، بغى يدير حيت شريف هذا كيمد لكم يد ممدودة باش زعما نديرو يد في يد ونزيدو لقدام. ساعة نتوما عندكم يد مغدورة. أنا ما مثقف، ما منتمي لحزب، الحزب الوحيد ديالي هو المغرب، ما كنعرف لا نقابة لا حزب لا حتى شي واحد. أنا الحزب ديالي هو المغرب والله على الوطن الملك. أما نتوما بغيتي يا السي عبد المجيد قلة الحياة بغيتي الاعتذار، الملك راه قدم لك اليد الممدودة والحكومة يدات اليد الممدودة سنوات ماش رديتو عليهم والو، حيت ما في يديكمش. بغيتي دابا الاعتذار انا نقدمو لك. انا بغيتي ها هو الاعتذار نسلمو ونفتحو الحدود ونعيشو خوت. حنا راه خوت، راه ماشي راه جا معنا الدم واللغة والتقاليد وبزاف د الحوايج. جيتو نتوما ديروا لنا هادشي هذا. ولا بغيتي الاعتذار ديال بصح ها هو بالمغربية، ها هو بالمغربية وها هو بالعربية. ها الاعتذار، وكنعتذر للشعب المغربي والجزائري. انا اسف، انا كنقدم هذا النظام وداك عبد المجيد كنت غنقولها عبد المجيد قلة الحياة. ها الاعتذار شي هاكا، ها واحد ها جوج ها 350 ألف اعتذار، ها 36 مليون اعتذار. ها هو الله يعاونكم.